السلام عليكم. بعد الفيديو ده هخليكي تعملي الفول بالمنظر اللي حضرتك شايفاه ده، بالنعومة دي، وكمان المية بتاعته بالتقل ده وباللون اللي زي بتاع المحلات بالظبط. الأحلى من ده كله إن احنا مش هنضيف أي إضافات غريبة، هنضيف بس مكون وحيد هو اللي هيدي اللون الجميل اللي حضرتك شايفاه ده. المرة الجاية بقى إن شاء الله هشارككم طريقة المطاعم لتقديم الفول، الخلطات بتاعة المطاعم، فتعالوا بينا على الطريقة. أول حاجة ده شكل الفولة بتاعتي قبل لما أعمل فيها أي حاجة وهي ناشفة. أول مرحلة هبتدي إن أنا أنقع الفول بتاعي مع الغلة. أنا هنا مستخدمة نص كيلو فول مع 100 جرام غلة. بنقعهم حوالي 4 ساعات مع تغيير المية كل ساعة لغاية لما الفولة بتاعتي تكرمش بالطريقة اللي حضرتك شايفاها. ده بقى شكل الفوالة اللي أنا هشتغل فيها. هبتدي إن أنا أحط الفول بتاعي والغلة، وبعد كده هبتدي إن أنا أحط المية بتاعتي. انا في الفوالة دي باخد حوالي نص لتر في الاول، او بما يعادل ان انا املأ الفوالة لغاية 3/4، بحيث ان انا اسيب مساحة للفول ان هو يغلي فيها كويس قوي. هبتدي بقى ان انا ارفع الفوالة بتاعتي دي على نار عالية في الاول، وطبعا وانا مغطية الفوالة، ولغاية لما الفول بتاعي يبتدي يغلي. وهنا بقى في المرحلة دي هنبتدي ان احنا نوطي النار تماما، وهضيف المكون اللي هيضيف بقى اللون اللي زي بتاع بره بالظبط، اللي هو ايه؟ البابريكا. ايوه، معلقتين صغيرين من البابريكا. ببتدي ان انا اقلبهم كويس قوي مع الفول، وشوفي بقى اللون والنتيجة المبهرة اللي هتحصلي عليها. هغطي الفوالة بتاعتي واسيبه على نار هادية، وهرجع بقى للفول من نص ساعة لساعة على حسب حضرتك حاطة مية كتير او لا. كل ما هلاقي المية بتاعتي قلت بالمنظر ده هبتدي ان انا اغلي كوباية من المية، وهضيفها للفول واقلب كويس قوي كده، واجيب من تحت عشان خاطر يعني الفول بتاعي ما يشتش او ما يتحرقش يعني من تحت، واغطي واسيبه وارجع له تاني، وهكذا لغاية لما يستوي. طبعا ان هو يفضل يشرب المية دي علامة على ان الفول بتاعك نوعه كويس، ومعناه ان هو في الاخر هيطلع ناعم، لغاية لما هنوصل للمنظر ده كده. وبالصحة والهنا.